السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. جيت نشارك معكم هذا العصير اللي جربته وعاودته، اللي كيجي رائع وكيجي عاقد وخاتر وكيجي في المذاق رائع بزاف بزاف. المكونات كنحتاجو الليمون والمانغ، وعندي الجزر، عندي مركز ديال الخيزو ما شاركتوش معاكم، ولكن كلشي كيعرف مركز. اي حاجه اي مركز درتيه بالحامض بالليمون بخيزو بالباربه. انا درتو بخيزو، كان عندي كتير ودرتو بخيزو، كيجي خاتر وكيجي رائع وكيجي زوين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله غادي ندوزو ان شاء الله الطريقه ديالو والمكونات اللي غادي نحضروا فيه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه. وكنقول لكم اللي دخل القناه ديالي اول مره ما ينساش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومرحبا بالناس القدام والناس الجداد، والف مرحبا. وكنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلي لايك وبشي كومونتير زوين، فضلا وليس امرا. كنشكر الناس كاع اللي كيدخلوا عندي بزاف، شكرا لهم بزاف، الله يخطيهم والله ييسر امرهم. وكاع اللي كيدخل عندي الله ييسر ليه والله يعاونو والله يعطيه ما تمنى في خاطره. صافي غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا عندي جوج ليمونات، وعندي واحد المانغ يعني مقطع منه واحد الطريف، وعندي الليمون اللي معصر، اللي كنت معصراه كنت محضراه معاكم مكونجولي. غادي نقطع هاد المانغا نديرها في الكاس، وغادي نلوح هذاك الليمون هكاك مجامد، وهذاك الليمون اللي نقيت غادي نقطعو طريفات، وغادي ندوز نطحنو مزيان مزيان. ومن بعد ان شاء الله غادي نصفيه كما كتشوفوا راه جامد هذا. وغادي نزيد ليمونات، عصير كيجي رائع رائع ويعني وصحي، ماشي زعما سميتو بالليمون لو مانغو وخيزو، مركز خيزو كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوه اللي غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. خليكم مع الفيديو. وبعد ما قطعته زدت فيه الماء الكافي اللي غادي عينكم ميزانكم، يعني ما تكثروش ما بزاف باش يجي الليمون باين. هنا عندي مركز ديال الجزر، درتو في هذه البواطه عندي في المجمد. يعني عارفين المركز كيكون حلو، يعني فيه سنيده طيبه، فيه سنيده. ما غاديش نحلي هذا المركز ديال الخيزو وليت كنسم به كاع العصير اللي كندير ديال الليمون، وما كنستعملش السكر. هذا راه كافي، يعني راه السكر اللي فيه كافي. دابا هاد المعلقات اللي درت راه ما زدت حتى شي سكر، ما زدتو. غندوز ان شاء الله نطحنو مزيان، حاولوا طحنوه مزيان. وعاد غديروا واحد الصفاي وغادي تصفيو العصير باش يحيد دوك القشور ديال الليمون. ولا كنتو ديروا الليمون معصر بلا ما تصفيوه. انا حيت زدت فيه دوك جوج ليمونات، داكشي اش غادي نصفيه. ولا كنتو مستعملين الليمون عادي بلا ما تصفيوه.
كيجي اش غنقول لكم بحال شي ليمون، يعني ديال شي قراعي اللي كيتباع في القراعي، عصير ديال القراعي، يعني كيجي رائع، كيجي زوين. جربته انا 2 مرات اللي جربته. وهذا المركز ديال خيزو جربوه. عندكم باربه كثيره، ديروا مركز ديال الباربه وخليوه في المجمد. عندكم ديال خيزو اللي عندكم حامض اللي كان عندكم استغلوا. دابا جاي الصيف، بنادم كيبغي يدير العصير بزاف. انا هاد الخيزو وليت كنسم به كاع العصير، ووليت يعني كنحلي به في بلاصه السكر. عوض ما ندير السكر ثاني كان صافي كنكتفي غير بهداك منه. كنتنفع بهداك الخيزو وكنستافد به، ونفس الوقت كنحلي به. صافي غادي نصفيه كامل وغادي نتلاقى معكم باش تشوفوه القوام ديالو والخسوريه ديالو كيفاش كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا. صافي غادي نصفيه كامل. غادي كيبقى داك القشور ديال الليمون كيبقاو لاصقين هنا. انا قلت لكم انا درتو الليمون هكا معصر بلا ما تصفيو. انا حدرت 2 ليمونات غادي يكون فيهم القشور. دابا نوريكم داكشي اللي كيبقى. شحال كيبقى حيت القشور ديال الليمون هادوك. صافي دابا راه ولا معصر وكيجي خاتر وكيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وهذا هو القوام ديالو، كيجي رائع. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، يعجبكم هاد العصير اللي حضرت معكم. كيجي اللون ديالو زوين، وكيجي المذاق وعاقد خاتر. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، يعجبكم العصير ان شاء الله، وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا. وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.